يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى اخوات في الدنيا. النهارده هنعمل مع بعض الزيتون التفاحي او الزيتون العزيزي، اللي هو بصوا بيبقى كله كده مليان لحمه، بيبقى حلو صراحه جدا الزيتون ده. النهارده مش هننجع بقى الزيتون يعني هنشجج ولا اي حاجه، هنخلي له سليم زي ما هو كده. ما شاء الله كان معايا كيلو من الزيتون، ومعايا هنا شوية من الليمون قطعته 4 تربع، ونجيت الليمونة الصفرا عشان ما تبقاش مرة، ومعايا جرنين من الشطة، وهنا 4 جرون من الفلفل الأحمر وقطعتهم، وعصرت حوالي نص كوباية كده من الليمون. جبت بقى طبق كده واسع علشان أبدأ ان انا انزل اللهم صل على سيدنا محمد، بالليمون اللي انا مقطعاه، ولازم يكون اصفر عشان ما يكونش بس مر، عشان يسحب المرارة اللي في الزيتون. وهقطع اللي هما قرنين الشطة. حابة تزودي شطة تكون حراجة زودي، حابة ان انت ما تحطيش الشطة الحراجة دي براحتك. هو دي هيديه نسبة ان هو يبقى حراق شوية، بس مش حراق قوي. انت حابة بقى ان هو يبقى حراق قوي عادي زودي فلفل عادي. بعد كده بدأت ان انا اجلب فيهم، وعشان ابدأ ان انا احطهم في البرطمان. طريقة جميلة جدا، ان شاء الله هتجربوها وتعجبكم. ولو كنتوا بتعملوا الطريقة دي بقى اكتبولي في الكومنتات. جبت طبعا برطمان مغسول كويس جدا، ومغسول ومعقماه. اهم حاجة ان هو يكون مغسول بمية سخنة، علشان لما نحط فيه الزيتون ما يبص ولا يجراله اي حاجة، يبقى الزيتون بتاعي يبقى حلو. اهم حاجة ان هو يكون مغسول كويس. بدأت بقى انزل بالزيتون اللي معايا والليمون. ما شاء الله، عارفين الليمون ده اللي هو الانصاص ده، لما نيجي نفتح البرطمان هتبقى فيه جرشة كده حلوة، هيبقى طعمه جميل جدا. هيبقى كمان بصوا طعمه حلو جدا. حابين تكتروا ليمون ازيد كتروا عادي. لو البرطمان كبير وعايزة تخلي الليمون مع الزيتون وتقطعيه 4 تربع عادي، بس انا يعني قطعت شوية على قد البرطمان، على قد البرطمان يعني ما يشيل الكمية اللي موجودة معايا. وعايزة تجيبي جزر وتبشريه معاه، يا سلام بقى، برضو هيودي برطمان الزيتون ده في حتة تانية خالص. اللي كان متوفر عندي كان اللي هو الفلفل الاحمر ده، فحطيته. وان شاء الله هنفتحه مع بعض البرطمان بعد ما يستوي، هتاكلي احلى شوية زيتون عملتيهم بايديكي. بصوا ما تقولكوش، يعني تحفة جدا ما شاء الله، زي بتاع المصانع والمعامل وكل الكلام ده، زيهم بالظبط. ادي شكل البرطمان اهو بعد ما عبيته. بصوا ما شاء الله شكله يفتح النفس كده. بعد كده كنت عصرة كوباية الا ربع من عصير الليمون علشان انزل بيه على الزيتون. كل ما بتكتر الليمون معصور بيدي نتيجة حلوة للزيتون. اهم حاجة ان احنا ما نكونش عصرينه بقشره في الخلاط، اهم حاجة ان احنا نعصره بايدينا كده او بالعصارة. لو عصرناه بقشره هيبقى ممرر. بعد كده هعمل بقى المحلول اللي هحطه عليه حوالي 4 كوبايات من المية، نص كوباية من الملح يكون خشن شوية. دي نص كوباية. انا كان موجود صراحة ما كانش موجود عندي ملح خشن فعادي. وربع معلقة من كربونات الصوديوم. وعلشان اعزز اللون هحط اللي هو كركم، يعني اعزز لون اللهم صل على سيدنا محمد، اعزز لون الميه. وربع معلقه صغيره من السكر. واحط هنا دلوقتي برضو على سن المعلقه كده من الكركم، بس عشان اعزز اللون بتاع الميه كده ويدي لون حلو للزيتون. كل التفاصيل دي يا جماعه بصوا بتودي برطمان الزيتون ده في حتة تانية، بتحسي ان هو مش معمول اصلا في البيت من كتر الجمال والحلاوة بتاعته. بعد كده هحط معلقة كبيرة من الخل، يعني معلقة كبيرة بالمعلقتين الصغيرة دول. بالمعلقة الصغيرة انا حطيت معلقتين
فبالمعلقة الكبيرة هتبقى معلقة واحدة بس. وابدأ ان انا ادوب كل الخليط ده كويس جدا لغاية بس ما الملح يدوب والسكر والكركم وكله يختلط كده مع بعضيه. بصوا هتدعولي بعد برطمان الزيتون ده ما تعملوه وتفتحوه كده وتاكلوا الليمون كده ويبقى طعمه حلو، وتاكلوا الزيتون ويبقى طعمه حلو. وكمان الشطة ما شاء الله، لو حابة تكتري شطة برضو اللي انت حباه. بصوا اعملوا، عايزاكم تبدعوا في البرطمان. بعد كده هبدأ ان انا انزل بكل المحلول اللي احنا عملناه على البرطمان. بصوا المية بتدي لون حلو هتدي لون حلو في الزيتون، هتخلي لونه اخضر كمان اكتر. يعني شايفين لون الزيتون ما شاء الله حلو ازاي. صلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. صلاة تنفك بها الكرب وتتحل بها العقد، وربنا ان يحسن ما بين ايدينا وتطلع كل حاجة في ايدينا حلوة كده وزي الفل. اهم حاجة ان احنا ندعي ان ربنا يحسن ما بين ايدينا وتطلع الحاجات حلوة. اهم حاجة الواحد يعني يحسن ما بين ايديه. بعد كده سبت يعني حبة كده من فوق في البرطمان علشان احط على الوش فيها زيت، يعني حوالي شوية كده من الزيت لازم يكونوا على وش البرطمان. بعد كده هجيب كيس تلاجة، اي كيس تلاجة عادي، واحطه كده عشان بس يحكم البرطمان كويس واحطه كده عليه وابدأ ان انا اربط. المهم ان انا هسيبه اول كام يوم، اول 3 ايام او اول اسبوع مثلا مقلوب على وشه، يعني يبقى مقلوب زي كده اول كام يوم. وباقي الايام اللي هو هيقعد شهر، وبعد كده بعد الشهر هتفتح عليه. فاول اسبوع هسيبه كده مقلوب على وشه. يلا بقى اعملي وادي حماتك وادي امك وادي صحابك، ولو انت موظفة اعملي وبيعي في شغلك، ما شاء الله هيطلع حلو جدا. فاول اللهم صل على سيدنا محمد.